شهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان لأهل الطاعات والتائبين من الذنوب والسيئات، شهر تصفد فيه الشياطين ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. شهر رمضان شهر له فضائل عظيمة، فينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والفرح والسرور. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأن يستقبله بالتوبة والاستغفار، وأن يتهيأ لدخوله تهيؤ الصالحين للعبادة والاستقامة واغتنام لياليه وأيامه بالعبادات والطاعات، فإنه موسم عظيم وشاهد لهذه الأمة لما تودعه فيه من الخير، وشاهد على من قصر فيه وضيعه، وهو ليس كمثل مواسم الدنيا التي يتنافس عليها الناس من تجارة ومال، وإنما هو موسم الفلاح والتجارة الرابحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فينبغي للمسلمين أن يقدروا لهذا الشهر قدره، وأن يعرفوا له قيمته، وأن يجتهدوا فيه بما يباعدهم من النار ويدخلهم الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإخواننا المسلمين هذا الشهر، ويمكننا من فعل الطاعات وتجنب المحرمات، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا عنده، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.